السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى اول يوم بقى كده، نقول يا هادي راجعين من اجازه نص السنه. بقالي اكتر من شهر ما صورتش. إيه، بقولك كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني كلكم. وبشكر اي حد سأل عليا واطمن عليا. النهارده بقى كده معانا وصفه، اول مره بعملها على القناه، ما عملتهاش قبل كده، وهي العدس. العدس بقى الأكلة الشتوية الجميلة، هي تعتبر برضو لسه اقتصادية في ظل الأسعار اللي احنا فيها. برضو بالنسبة لكل الأكلات هي تعتبر اقتصادية. تعالى كده نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالى نبقى نعمل شوية عدس كده بمكون كده سحري هيخليكي تعشقي العدس ده. مش عشان هو عدس بقى يعني أنا استهتر فيه، لا. جبت كده العدس الأول، غسلته غسيل كويس أوي أوي أوي، ونضفته كويس ومسكته كده. أنا قعدت حوالي ربع ساعة في كتل المية كده، وسبته كده على بال ما نضفت الخضار بتاعي وجهزته. اللي أنا جبت كده حلة على النار، حطيتها كده على النار، نزلت فيها كده، قشرت واحدة بطاطا، ما تستغربوش من البطاطا. ومعاها كده واحدة بطاطس، هي كانت عندي وحيدة، قلت أحطها يعني ممكن أستغنى عنها. وحطيت كده حوالي بصلتين، 4 حبايات طماطم، ممكن يبقوا مستويين عادي يعني، مش لازم طماطم جامدة، ممكن تبقى طماطم كده يعني مستوية وحمرا يعني. وحطيت كده حبايتين جزر، حباية منهم متقطعة ومبشورة، وحباية حطيتها قطعتها كده سليمة، كنت بشراه وقلت ايه اخده للعدس. وحطيت 3 حبات كوسة، صغيرين مش كبار. ممكن بقى الكمية اللي تحبي تحطيها، حتى لو 4 وحدات مش هتزعلك يعني. هما اللي كانوا موجودين عندي 3 حبات. ونزلت كده بحوالي 7 فصوص توم، ونزلت كده بمعلقة سمنة، ومسكت الخضار ده كده شوحته كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هو شكله كده يديه ان هو كتير، لكن هو دلوقتي لما هيتشوح هيقل في الحجم. بس ده هيديكي بقى كمية، هيزود لك كمية العدس، وهيديكي قيمة غذائية عالية جدا جدا جدا. وكمان هو يعني هيدي العدس طعامة غير طبيعية. هيخليك العدس ده في حتة تانية خالص. مش بس على الطريقة ديت، وانا ماشيه عليها بقالي دلوقتي اكتر من 15 سنه، كنت بعمله ومتعلماه من وانا في السعوديه. متعلماه برضو من ناس مصريين كانوا هناك، شفتهم بيعملوه عجبتني الطريقه. وزي ما انتم شايفين كده مكوناته جميله، والواناته جميله قوي قوي قوي، وهيعجبكم قوي 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 قوي. الطريقه دي بقالي 15 سنه ما بغيرهاش. وسبت كده العدس كده بعد ما غلي كده، وقلبت المكونات في بعضها، سبته كده على نار هادية يستوي براحته خالص. الخضار بمجرد ما استوى خلاص انا كل حاجة اتمرت معايا. جبت كده العيش بتاعنا، اللي هو العيش بتاع اللي هو المدعم بتاعنا العادي، وقطعته كده زي ما انتم شايفين كده. اخدت كمية منه، اخدت بقى الكمية اللي تناسبني، كل واحد بياخد الكمية اللي تناسبه. وحطيت عليها كده معلقة سمنة صغيرة مش كبيرة، وحطيت عليه مقدار من الزيت كده، يعني اللي يحمره في الفرن، يعني قيمة 3 معالق، 4 معالق على حسب بقى ما انت بتحب ما الدنيا عليه. وحطيت عليها كده 3 فصوص توم، وقلبتهم في بعض كده زي ما انتم شايفين كده تقليب كويس من غير ما احط عليه ملح ولا اي حاجه، ودخلته الفرن. والمقدار الباقي كده قطعت لقم كبيره كده زي ما انتم شايفين، وبحمره في الزيت. طبعا العيش لو حمرته في الزيت ما تخافوش، مش بياخد زيت ولا حاجه، هو بيتحمر وبيسيب بقيه الزيت زي ما هو. يعني مش من النوع اللي هو بياخد زيت العيش بالزيت. وكده سبته كده ما بياخدش وقت خالص. انت كده هتمسكيه كده تنكي واقفه عليه، ما تسيبهوش خالص ولا تشيلي ايدك منه، لانه بيحمر في ثواني. بمجرد ما بتحطيه، مجرد ما مش ممكن ما تلحقهوش. وكمان اكتر لو انت في الطاسه التانية مثلا، لو هتحمريه على مرتين 3 هتبص تلاقيه كده الطاسه اللي بعد كده بتحمر معاكي بسرعه قوي، فلازم تبقي حريصه. ويبقى معاكي مصفى بتاخدي بيها كده بسرعه، وتصفي الزيت كويس، وتحطيه كده على منديل. هو ما بيتبللش قوي، بس يعني هو كويس، لما تصفيه كويس مش هيطلع معاه فيه زيت. لو مش فاضيه كده زي حالتي كده بتتلخمي كده، او بوتاجازك بعيد عن ايديكي، ممكن تحطيه في مصفى اللي احنا بنصفي فيها الطماطم عادي خالص، او مصفى الخضار اللي هي المعدن او السلستين. ونزلت كده بقيه المقدار زي ما انتم شايفين كده، وسبته. انت لو مشيت على الخطوات ديت، هتاخدي بقى سفرة عدس تنفع عزومة ملوكي كمان. مع النهارده بقى ما عادش فيها حاجة اسمها ايه،
حاجة عزومة نتكسف منها ولا حاجة، بالعكس احنا ما بنكون محيقين الأكل كويس ومظبطينه زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى مش شرط ان انا بقدم لحوم او اسماك او كده. هنا كده بقى انا بختبر العدس، شايفين جماله ولونه حاجة كده اللهم بارك. اول ما لقيت الخضار استوى معايا كده، طبعا البطاطا اختفت معايا، اللي باقي معايا هو الجزر والبصل والكوسة. يعني البطاطاية اختفت خالص. ونزلت عليها كده بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده في قلب الحله. لو انت مش عندك هاند بلندر ممكن عندك طريقتين تانيين، تستني عليه ما يبرد بقى وتاخديه في شفشق الخلاط، يا اما بتنزلي عليه بالمصفى بتاعت الطماطم عادي. إيه المتاح يعني عندكم بتستخدموه عادي. انا بقى وهو على النار كده نزلت عليه بالهاند بلندر لحد ما ما خليته يعني كل المكونات بقت خلاص. لحد ما شفته بقى كده لقيته ناعم خالص، وقفت الضرب. هنا بقى البهارات بتاعتي عبارة عن معلقة بابريكا بالمعلقة الصغيرة اللي بوريها لكم دي، ونصها كمون، ومعلقة كزبرة، ومعلقة كركم، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة 7 بهارات من نفس المعلقة الصغيرة دي. انا مقللة البهارات خالص، وحطيت مكعبين مرقة دجاج فرمتهم الاول قبل ما ابدا، وحطيت 3 معالق كده من نفس المعلقه بتاعتي دي ملح. طبعا الملح ده على حسب الكميه اللي قدامك. انا عامله نص كيلو عدس، انا كنت في العادي اصلا بعمل اكتر من كده، بس عشان انا ولادي يعني نازلين من الخدمه العسكريه فموجودين، احنا العيله الاسره كلها موجوده باكمل عددنا، فاحنا عددنا كبير. انا بقى لما كنت ببقى متجمعين كنا بنعمل كيلو قبل كده، فعشان احنا متجمعين انا عملت نص وهو عمل معايا الكميه دي واكتر كمان. يعني اكتر، يعني انا اللي كمان لسه هزوده كمان ميه كمان، لانه لقيته معايا تخين قوي. وكنت برضو هنا كده بالزيت اللي هو مكان العيش، كنت حمرت فيه بصل، حمرت شويه بصل كده على جنب زي بصل الكشري وركنته. وخدت من بعد البصل خدت الشعريه كده زي ما انتم شايفين. طبعا مقدار الزيت اللي فيها ده مقدار كبير جدا، انا هحمر بس الشعريه وهصفيها بالمصفى بتاعت الشاي. بصفي كده زي ما انتم شايفين لحد ما بقدر، لحد ما بشيل اللي انا بقدر عليه خالص وبصفيه كده. انا عامله كميه كبيره ممكن اخليها لاي حاجه تانية، باخد اللي يكفيني بس، وبعد كده بسيب بحط بحبه بحبه. وهاخده كده، هاخد الطاسه بحالها كده، وهقوم مصفيها خالص بالزيت بتاتا. انا حاطه في الزيت ده معلقه سمنه بلدي. طبعا السمنه البلدي بقى بتحور لك الكلام هنا خالص، وبتخليك العدس ده في حته تانية. طبعا برضو المتاح عندك حطيه عادي خالص. انا بقى خدت كده الشعريه، خدت كميه منها كده، وانا رايحه احطها في الحله كده زي ما انتم شايفين. حطيت فيها معلقه توم مفروم. التوم بتاعي فرماه بالملح والفلفل الاسود عشان اديله بس نفس. وتعالوا بقى هنا بقى احلى حله عدس هتاكلها في الدنيا، حاجه كده وهم. طبعا معلقه الكركم برضو، يعني انا هقول لكم يعني هي مظبطه معايا. هو انا من الاساس اصلا حبايه البطاطا والجزر بيديله لون روعه. انا كملت الجمال ده بنص معلقه الكركم، حافظت على اللون. وبرضه هي برضه يعني هو مفيد طبعا الكركم. كل العناصر الغذائيه اللي انا حطيتها كلها مفيده وممتازه جدا جدا. هتديك قيمة غذائية عالية. ولو ولادك ما بيحبوش العدس بالطريقة دي هيحبوه وهيتقبلوه، وهتعملي منه سفرة خطيرة. وممكن تعتمدي الوصفة دي من أي يوم من أيام رمضان. احنا بناكل العدس في الصيام عادي خالص، ما فيش أي مشكلة. كل نعمة ربنا حلوة وجميلة. احنا بنعملها بالشكل زي ما انتم شايفين كده، بنحور الاكل كده. انا هنا كده جيت اقلب الاكل للعدس لقيته تخين جدا، فقلت رحت غليت كمان كده، غليت ميه. ولو كان متوفر عندي شوربه كنت حطيتها، لكن في الوقت ده ما كانش متوفر عندي شوربه. انا شوفوا بقى، انا كنت زودته خلاص اهوت وخليته بس فك شويه لانه بياخد معايا تخانه. لان البطاطا وحبايه البطاطس هي اللي عملت معايا كده، لو مش انا حطيتها ما كانتش هتعمل كده. حبايه صغيره جدا كانت اخر حبايه عندي، وقلت يلا يبقى ما احطها بالمره. ما انا كنت بلم الحاجات اللي في التلاجة، الجزر والبصل والبطاطا والحاجات دي والثلاث كوسات والحاجات دي كلها والطماطم، كل ده كنت بلمه من التلاجة. يعني الحاجات دي هتاخديها من بيتك عادي، لو مش موجوده بقى انت توفريها بقى بكميات بسيطه، ممكن تجيبها في صوره نص كيلو ربع كيلو. وهنا بقى كنت طلعت بقى العيش اللي في الفرن، وجيت كده على الطبق بتاعي، حطيت العيش
رشيت عليه رشة فلفل اسود بالملح الاول العيش بعد ما طلعته من الفرن عشان يحافظ على طعمه. ونزلت عليه كده بقى، حطيته في الحل في الطبق البايركس بتاعي، وحطيت عليه العدس كده زي ما انتم شايفين. والاطباق كده زينتها كده بالبصل المتحمر. وهنا بقى العيش المتحمر بتاعي. بصوا بقى يا جماعه، هنا بقى لما تغرفي لاولادك كده الاكل بالشكل ده، هنا كده بقى الاكل كده يفتح النفس، وهيخلي الولاد يتقبلوه، هيبقى شكله جميل معاهم. لان في ممكن اولاد ما بتحبش العدس، انا والله العظيم انا اولادي بيرقصوا من الفرحه لما بقول لهم انا عامل عدس. تبص تلاقي كله هي قاموا عاملين هيجان هيدا عشان العدس والكشري. انا اولادي بقى بيحبوا الاكلات دي قوي سبحان الله. الاكلات دي بقى انت لما كل بقى بنوته لسه صغيره بقى اولادها صغيرين عوديهم على الاكل ده. كل ما تعودي ولادك من هم صغيرين على كل الاكل هيطلعوا بيحبوه، ما حدش يتنمرض معاكي على الاكل، هتبص تلاقي كله متقبل كل الاكلات، وهتبقى الاكلات دي طبيعيه وهتبقى يعني ايه محبوبه بقى من هنا وجاي، لان احنا كلنا هنمشي كده على الاكلات ديت يومين وثلاثه وممكن 4 في الاسبوع. وبصوا الاكل ما شاء الله والله العظيم الوصفه دي ممتازه، والطعم ده هتقابلك اطعمه فعلا هتبقي او تقولي اول مره باكل عدس جميل. وتسلم ايدك يا قمر السيد يا ام يحيى على العدس الجميل ده، ويا ريتك كنت قلت لنا عليه من زمان. فعلا وصفه تستحق التجربه، وبألف هنا وشفا للي هيجربها. وهي دي مني اهداء مني ليكم، والله العظيم هتدعوا لي وهتردوا عليا، امان عليكم اللي يجربها يرد عليا. يلا بقى كده واقول لكم إيه وحشتوني، وهنزل لكم الفيديو الجاي. فيديو جميل قوي وشيق، وهقول لكم فيه على طريقة توفير وازاي تخزنوا سمنتكم وبأسعار معقولة. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم على خير، واقول لكم باي باي، وما تنسوش تحطوا لي اللايك.